مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نديرو هاد الحلوى ولا تحليه اللي هي خبز الباي المعروف الجزائري، ولا خبز كما يقولوا خالتي تونس نسبة للمرأة اللي ابتكرت هاد التحليه. حاجه الاولى لهنايا باش ما نفوت لكم في فيديو راح نديرو الشربات هي الاولى اللي نديروها. لهنايا انا على حسب لا كونتيتي اللي عندي درت كاس تاع سكر بزوج كيسان تاع ما. صافيك الكيله تاع السكر ندوبلي لها الكيله تاع الماء هكذايا وحطوها فوق النار. هي على نار موين، ماشي قويه وماشي نقصه كامل. ديروها كي تغلي لكم نقصوا لها النار كامل، خلوها 10 دقائق. والبرد تاع القارص ما تنساوش. قلت لكم كي تغلي نقصوا لها كامل النار، خلوها 10 دقائق وطفيوا عليها وخلوها بجنب تبرد. هي الحاجه الاولى اللي ديروها قبل ما ديروا لا غوسيت ديالكم، باسكو خبز الباي ما يطولش ويطيب لكم، لازم الشربات تكون بارده. ولهنايا دوك نقول لكم بالحاجه المقادير واش عندنا. 4 حبات تاع البيض، عندي نص فنجان تاع لاتاي سكر. انا ما نكترش السكر، ما نحبش خبز الباي يجي حلو بزاف، ما يجيش بنين كي يكون حلو بزاف، ما نحبش حاجه حلوه صافيك. وحاجه مليحه لا سونتي ديالكم نقصوا السكر. اني نفقس لهنايا في البيض كاين 4 حبات تاع بيض، كما قلت لكم نص فنجان تاع لاتاي تاع السكر، سكر عادي كريستاليزي. عندي كاس هذاك تاع لا شابلور ولا خبز يابس مرحي. عندي كاس تاع مكسرات، انا لهنايا حندير نص لوز ونص تاع الجوز، وترحيوهم يكونوا كونكاسي، يكونوا مرحيين شويه خشان، باش كي تاكلوا تحسوا بهذيك المكسرات ما ديروهمش غبره. وعندي كاس لهنا تاع ليدام فيه نص زبده دايبه ونص تاع الزيت. وعندي مبشور تاع حبه قارص، زاز تاع حبه قارص. القارص مكون اساسي لازم ديروه في الخبز الباي تاعكم. لهنايا ضربت هذوك 4 حبات تاع البيض، ضربتهم وزدت معاهم نص فنجان تاع لاتاي تاع السكر. انا ما نحبش نكتر السكر باش ما يجيش حلو بزاف ويجي قهم. هاد لا روسيت من بين لي روسيت اللي قلت لكم باش الخبز اليابس تاعكم ما ترموهش هكاك خساره. كي يقعد لكم الخبز خلوه اباغ، قليوه في الفور وديروه في الاشواغ ديالكم ورحيوه وخبوه. ديروه بزاف وصفات، ديروا به خبز الباي مع رمضان ان شاء الله راهو جاي، يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والهنا. لهنايا كيما خلطت البيض مع السكر ومن بعد زدت هذاك الكاس تاع ليدام، درت انايا نص مارغرين دايبه ونص تاع الزيت باش يجيكم خبز الباي تاعكم بنين اون بليس ويجي خفيف. وهذيك المكسرات تاعكم بون انايا اللوز حمصته قبل والجوز ما حمصتوش. اللوز تاعكم قبل ما ديروه تحمصوه وترحيوه هكذاك كما قلت لكم كونكاسي. والجوز ما يتحمصش. الجوز ما ديجا من الجوز من المكسرات اللي ما يتحمصش، بس كي لا حمصتوا الجوز تاعكم راح يطلق لكم واحد المروريه. هو الجوز من بين المكسرات اللي ما يتحمصوش. ديجا داروا ماركيتو حتى عند اللي بيع لاتاي ولا كي تكونوا تشرو مكسرات مملحه ما تلقاوش الجوز، ما تلقاوهش طايب وما تلقاوهش مملح، بس يولي مر لو كان ديروه في الفور اباغي الا رحيتو هكذايا في الحلوه خلطوه مع الحلوه ما يتحمصش الجوز. لهنايا خلط كامل المكونات ديالي. وكاين اللي يحب يزيد رشه تاع نوات كوكو، كاين اللي يحب يزيد فيه الكو تاع نوات كوكو. لهنا نرفت الكاس تاع المكسرات ولا لي فروي ساك. لهنايا شوفوا هذاك الفوقاني نص تاع اللوز والجوز من تحت
الجوز كي درتو في الاشواغ شويه ترحالي باسكو الجوز بزاف كي غير ترحيه يترحالك رقيق. المهم ديري ميلونج هكا. واش عندك مكسرات، تقدروا تخلطوا له البيستاش، تقدروا تخلطوا له البندق، تقدروا ديروا الجوز مع يمشي الجوز مع الكاوكاو. مي بصح ما ديروش برك الكاوكاو وحده. تقدروا ديروا الجوز مع نص جوز نص نوات كوكو، كيما تحبوا ديروا، راح يخرج بنين. ولهنايا انا قبل ما نزيد الباكيت على ليفور ندير باش على بالنا بلي لا ليفور تمشي مع الفارينه، ندير هكذا مغرفه تاع فارينه ونزيد معاها هذاك باكيت تاع ليفور شيميك باش نخلطهم كامل كيف كيف. وكما قلت لكم اللي يحب يزيد رشه هكذايا مغرفه تاع اكل تاع نوات كوكو يحب يزيد، ولا الميلونج تاع المكسرات يدير كيما يحب هو وكيما يكون عندكم. هذه هاد لا روسيت هذه ولا التحليه هذه تجي بزاف بنينه وتوالم لرمضان ان شاء الله، للسهرات تاع رمضان. لهنايا انايا عندي هادوما لي بواط صغار تاع الطمينه تاع الومنيوم نطيب فيهم هكا ديروا كل واحد لابواط ديالو. فكره مليحه نبدلوا شويه على المول كامل ومن بعد نقسموهم مربعات هكذا. تكون عندك مناسبه ولا تكوني رايحه لكش واحد ولا تحبي ديريهم وتديهم معاك، تحبوا ديروهم في القهوه كيما حبيتوا ديروا. انا كانوا عندي هاد لي بواط تاع الطمينه اني ندير فيهم وتعمروهم كي باش ديروا هاد الخليط ديالكم قبل ما تدخلوهم يطيبوا. ديروا 3 كار صافيك، تخلوا الربع ما ديروش، تخلوا ان دوا على لابواط ديالكم. سينون لو كان تعمروها كامل ديروها بلان راح يفيض لكم كي في هذيك لا ليفور شيميك راح يفيض لكم في الفور. وقبل ديروه 160 درجه على فور مسخن، من قبل ديروه 160 درجه وتخلوه يطيب بعقله. كي تلقاو هذاك الخبز تاعكم نشف كامل نشف وطاب لكم تحمر شويه كيما راكم تشوفوا، تجيبوا الشربات ديالكم. انا الخبز ديالي مازال وسخون هدا ونخرج من الفور راني نجي نسقيه بالشربات اللي كنا درناها وبارده. الشربات تكون بارده وهو يكون سخون، ما يكونش هو سخون والشربات سخونه. وما تخلوهش حتى يبرد باسكو الا برد ما يتشرب لكمش الشربات ديالكم. لازم هو يكون سخون والشربات تكون واجده هكذايا. كي درت كل بواط راح تدي لكم من 4 حتى من 4 مغارف. الا حبيتوه مشمخ مليح ديروا 5 مغارف، الا حبيتوه يكون مشمخ بزاف ديروا 5 مغارف. الا كنتو حبيتوه يكون يشرب قيس ديروا 4 مغارف في كل بواط، ديروا 4 مغارف تاع الشربات ديالكم. ولهنا انا قعد لي شويه خليت شويه لوز كونكاسي. راح ندير تزيين هكذايا ماشي حاجه، تزيين بسيط من الفوق. وتقدروا تزيدوا دوبوا لا جولي وديروا له على الوجه تاعو الا درتوه في كاش مناسبه، ولا دوبوا لا جولي قبل ما ديروا هذاك الشبح من الفوق وديروا له بالبانسول لا جولي. راح يخرج لكم بزاف شباب كي تكون عندكم هكذا مناسبه. وتقدروا تغطوهم تحبوا تدوهم كي تروحوا تضيفوا ولا ديروهم هكذايا وتغطوهم بهذوك لي بلاستيك اللي يجوا مع الغطاء تاع البلاستيك اللي يجي مع لي بواط وتخلوهم يبردوا.